هذا الملك ما كانش عنده أي هم في الحياة إن هو يقعد يرتل هذه الأناشيد ويكتب أناشيد. الدولة انهارت، جت من القوة الاقتصادية القوية جدا، المنحنى انهدر، المنحنى بقى في مرحلة ريسيشن، انهيار. بقى عندك في ايكونوميك ريسيشن داخل مصر اللي هو الانهيار الاقتصادي، وعندك انهيار في كل حاجة بسبب هذا الملك المخبول المجنون هو إخناتون. ولحد دلوقتي ما نعرفش فين الموميا بتاعته. قتل، تم قتله في أواخر أيامه، تم قتله من الشعب المصري. لذلك لحد دلوقتي لا توجد موميا خاصة بهذا اللهبل، هذا الملك الفرعوني هو إخناتون. أجي بقى للغرب، نظريات على هذا الشخص. لما هاجي هخش هذه الغرفة اللي هي خاصة بإخناتون، شايفين دراعي ازاي؟ ده اسمه الوضع الأوزيري في علم الآثار. عامل دراعه كده، ماسك السبتر اللي هو القوة، الصولجان في ايده، ده ملك. وعنده الدقن. لكن في الغرفة ديت اللي هي اتوجدت في تل العمارنة اللي هي المنيا حاليا، محافظة المنيا اللي فيها آثار جميلة جدا، بني حسن. بني حسن دي يتعمل عليها الواحد اتكلم عنها كده شهور. بني حسن دي منطقة من مناطق اللي هي يعني الراحل رحمة الله عليه يوسف شاهين، هذا المخرج الرائع اللي درس إخراج في الولايات المتحدة الأمريكية. يوسف شاهين على فكرة أنا جه في بالي يوسف شاهين ده خريج باسادينا أكاديمي اوف ارت، خريج باسادينا، جامعة باسادينا أكاديمي اوف ارت، جامعة أكاديمية الفنون، درس إخراج في الولايات المتحدة الأمريكية هو طبعا، وخالد يوسف المخرج. الاثنين خالد يوسف ويوسف شاهين رحمة الله عليه، هذا المخرج الرائع المصري اللي حاصل طبعا عدة جوائز أوسكار على مجموعة أفلامه كلها، من ضمنهم فيلم الأرض اللي كانت إنتاج آسيا، مدام آسيا. الفيلم ده اتكلف حوالي ساعتها 200,000 جنيه، ما كانش فيه فلوس. آسيا دي باعت كل حاجة، باعت كل حاجة عشان تنتج هذا الفيلم. يوسف شاهين لما راح بني حسن قال لك أنا مش مصدق إن هذه المنطقة موجودة في مصر. أنت عندك قطع أثرية تحفة فنية اسمها بني حسن موجودة في محافظة المنيا، الألمان كتبوا عنها كتب، خصوصا كنوز إخناتون وكنوز نفرتيتي هذه الملكة الجميلة. نشوف الشكل التالي. شايفين حضراتكم؟ هذا هو الوضع الأوزيري للملك إخناتون، وعليه طبعا السكوربيون أو الأفعى، ويرتدي التاج الكراون. شايفين حضراتكم الجميلة نفرتيتي؟ دي مراته بقى، دي مراته، دي اللي اتسرقت، ده التمثال ده اتسرق، ده اللي موجود حاليا في برلين في ألمانيا. شايفين الوش؟ دي كانت ملكة، اللي احنا شايفينها دي كانت ملكة. اما الألمان خدوا تمثالها ليه؟ الألمان يعشقوا حاجة اسمها نفرتيتي. شايفين فوق الكراون اللي لابساه، فوق في ايه؟ في مفتاح الحياة. مفتاح الحياة اللي هو عنخ، مفتاح الحياة. بص حضراتكم كده، الحياة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بيضة، بويضة. نتيجة ايه؟ نتيجة ان اتحاد الإلهة جت، إلهة الأرض، مع الإلهة نوت اللي هي السماء، مع اتحادهم ببعض نتجت الحياة اسمها البويضة. فعشان كده الملكة نفرتيتي حطت على الفورهيد، على الجبهة، حطت مفتاح الحياة. مفتاح الحياة كملكة جميلة، هي لما تقام من الموت هتملك مفتاح الحياة، هتملك ان يكون عندها القوة عندما تقابل الإلهة معت، إلهة العدالة والحق في العالم الآخر. هيتم سؤالها: هل أرضيتي زوجك أم لا؟ الشكل اللي احنا شايفين الرقبة حضرات، الرقبة دي اتعمل عليها رسالة دكتوراه يا جماعة. الرقبة، شايفين الرقبة عاملة ازاي؟ رقبة نفرتيتي، رقبة ست عاملة ازاي؟ شايفين الوجه عامل ازاي؟ لذلك عالم الآثار بوخارت لما لقى التمثال ده في صحراء مصر، خد التمثال، اتسرق. ألمانيا مش عايزة ترجع التمثال ده خالص،
لذلك لما في متحف برلين في ألمانيا، لما مظاهرات طلعت، كل ما يطلع مظاهرات في ألمانيا خصوصا المصريين لازم يشيل تمثال نفرتيتي. هذه الجميلة الرائعة، المرأة الجميلة الرائعة ذات الجمال الأنيق، ذات الشكل اللي هو جمعت بين الوسامة والأناقة والجمال في امرأة. عملت ايه ألمانيا؟ خدت الجزء ده، وألمانيا بتجمع كثير من اليوروهات كل يوم بسبب تمثال هذه المرأة الجميلة اللي هي نفرتيتي، زوجة اللهبل اللي هو إخناتون اللي انهارت في عصره مصر، الأسرة ال18. جه واحد لما حس إن إخناتون البلد بتضيع ومصر بتضيع، هذا الحكيم الديني اسمه إيه؟ بدأ يفكر، قال لك لا، هذا الملك هو ملك ضعيف، ليست له شخصية وليست له أي قوة، والشعب المصري اللي هو المصريين القدماء المصريين الأوائل بقوا ضده، البلد بتنهار اقتصاديا وسياسيا، وهو مشغول طبعا بكتابة الأناشيد، إغناشيد إخناتون. جه بعديه بقى هذا الرجل اسمه حور محب. حور محب هو أول من وضع دستور لحماية الإنسان أو حقوق الإنسان في العالم. مين هو؟ حور محب، أول من وضع بنود لحماية حقوق الإنسان في المواثيق الدولية بهذا الزمن، بلغة هذا الزمن اللي هي بنطلق عليها اليو ان تيرمز أو مصطلحات الأمم المتحدة. هذا الشاب حور محب تولى البلاد، قسم مصر إلى جزئين. عمل إيه حور محب؟ وضع بنود، وضع مواثيق، ودعا الشعب إلى الاتحاد، وله شخصية كاريزماتية. تمثاله فين هذا الشخص، هذا الإنسان، هذا المصري الذي يحب بلده؟ يلا بينا نروح متحف الأقصر. خلي بالك بقى، متحف الأقصر ده، هذا المتحف لا تقول لي متحف برلين، ولا تقول لي السويد ستوكهولم في السويد، ولا تقول لي متحف باليرمو في إيطاليا، ولا تقول لي متحف برشلونة بأسبانيا، ولا هو متحف الأقصر ده. متحف الأقصر ده فيه قطع فنية مش موجودة في العالم، مش موجودة في العالم. ده موجود فين؟ ده في مصر، متحف الأقصر. هتلاقي التمثال بتاعه. أول ما أخش متحف الأقصر هلاقي هو قاعد لآتون، بيتعبد لآتون. هنشوف التمثال اللي جاي دوت للرائع حور محب، أول من وضع بنود المواثيق الدولية لحقوق الإنسان اللي هي الانترناشونال هيومن رايتس ديكلاريشن. ده مين اللي وضعها؟ مصري اسمه حور محب. تمثاله فين؟ في متحف الأقصر، اللي هي المنطقة الجميلة اللي فيها، خلي بالكم، تلت آثار مصر موجودة بس في الأقصر. نشوف هذا التمثال الرائع ليه حور محب. بص حضراتكم، حور محب بيتعبد للإله آتون. التمثال ده أصلي، ده أوريجينال لحور محب. بيتعبد لمين؟ لآتون. المصريين القدماء اللي أنا هقوله دوت اسمها الديانة المصرية القديمة. المصريين القدماء كانوا بيعبدوا أو بيؤمنوا بمذهبين، الآتونية والآمونية. الآتونية والآمونية، آتونية نظرا إلى آتون أو آتن، والآمونية نظرا إلى آمون. آمون اللي هو الإله الخفي، آتون الإله الظاهر. فإذا المذهبين دول اللي هم الآتونية والآمونية، آتونيزم آمونيزم، يبقى إذا في إلهين. آتون اللي هو كان بيرمز بالصن ديسك اللي هو قرص الشمس اللي هو الإله رع، وفي آمون. لذلك هذا التمثال حور محب بيتعبد. فلما تعبد، وخلي بالكم أول دولة في العالم عرفت التوحيد، معروف إن التوحيد
لدى العامة إن من أيام عصر إخناتون. لا، التوحيد كان في مصر من قبل عصر إخناتون، من قبل الأسرة ال18. المصريين عرفوا الإله الأوحد الوحيد بدليل، تعال خش الهرم الكبير، هتلاقي فيه في الدهاليز موجود كده أحد الكتابات الهيروغليفية اللي أنا بقول المفروض كل واحد زي ما بندرس عربي في الجامعات في مصر، والعربي برضه بيتدرس في الخارج، ده من ضمن اللغات الصعبة، وزي ما بندرس عبري داخل مصر، وزي ما بندرس اللغة اليابانية داخل مصر في أقسام الجامعات الخاصة بتدريس اللغات الأجنبية. يجب الاهتمام بدراسة اللغة الهيروغليفية وتدريسها، يجب الاهتمام بها. اللغة الهيروغليفية ديت في الخارج اهتمام غير عادي بهذه اللغة، وبيتم تدريسها. اللي حصل في هذه اللغة اللي تعتبر أي نعم صعبة من ناحية الإعراب، من ناحية النحو، لكن في اهتمام غير عادي بالهيروغليفيك، لأن طبعا مش هتعرف هيروغليفيك، مش هتعرف تقرأ آثار، مش هتعرف تاريخ مصر من غير ما تعرف اللغة الهيروغليفية. لغة مهمة جدا، وعن طريق اللغة الهيروغليفية أو هيروغليفيكوس باليوناني تبتدي تتعلم قبطي، تتعلم ديموطيقي، تبتدي تتعلم لغة أخرى جريك، اللغة اليونانية، خصوصا الجريك الحديث اللي هي لغة الكتاب المقدس الحديث مش القديم. مش كل واحد يوناني بيتكلم بيعرف لغة الكتاب المقدس، فلازم يدرس لغة الكتاب اللي هي اللغة التي كتب بها العهد الجديد.